مهم جدا وخطير. بدري على طول اتعملت في مساحه كويسه دخل منطقه الجزاء، ولكن محمد الشناوي في الوقت المناسب يتدخل وينقذ الموقف. هروب في المساحة اللي ما بين بدر بنون ومحمد هاني، لكن معمول بشكل كويس. أجاييه النهاردة اللي بيلعب المباراة من البداية معه بقوة. ادي الكرة العرضية، ولكن الشناوي في الوقت. محمود وحيد والضربة الحرة طلع على طول عالية فوق، ولكن حارس المرمى على طول الحارس مانولا ينقذ الموقف. تاني على طول استلام تحت ضغطه بشكل جميل، وادي الكرة العرضية على طول صدر. كرتهم حلوة، مهاراتهم كويسة. ادي استلام تحت ضغط مع مراوغة، لكن برافو ده المطلوب. برافو ديانج قافل كويس قوي. العرضية اوفسايد تسلل فعلا. برافو ياسر ابراهيم وبدر بنون طالعين مع بعض. حلوة السيطرة دي، شكلها كويس وتعيد. يا سلام يا كهربا، يلعب في مساحه جميله الى بواليا. وادي العرضيه، ايوه كده دخول. ان ممكن انت بطل افريقيا وثالث العالم والتصويبه، ولكن كهربا فوق العارضه. مظبوط. ترجع تاني مزيج ما بين الجري. بداوا يشتغلوا من الجبهه الشمال شويه. خلي بالك بنون ومحمد هاني. برافو بدر بكلي كويس على طول عالية فوق، ولكن حارس المرمى وبواليا وفاول. حمود وحيد بيدخل في أقصى اليمين على طول. كيومبي وبعرض الملعب خطيرة جدا. عيد مجموعة ممتازة كانت في ذلك الوقت. أقصى اليمين هاتوا خد، لكن برافو. في الماتشات اللي زي دي الفرص ما بتكونش كتير، فلما تيجي الفرصة لازم استغلال. لازم واحد يبتدي يقابل هنا بقى. خلاص شوف الزحمة اللي معمولة من النادي الأهلي. بص لعب على طول. يا سلام على ديانج، يا سلام على ديانج. قد يصوب تاني من جديد أمامية، ولكن العرضية. يا سلام على ديانج يا ولد تروح له تاني، تشتغل تاني بالعرض، ولكن الباص الأمامي على طول. بدر بنون إلى أجاييه بدأ يفتح خطوة، لكن النادي الأهلي يرجع بشكل كويس. بدر بنون يلمس، برافو استخلاص جميل. بيبقى قافلين كويس قوي لعيبة النادي الأهلي. تاني على طول تروح للخطير، يصوب ويسجل أول أهداف اللقاء. هو ميكيسون، هو اللاعب الموزمبيقي الخطير اللي حذرنا منه وموسيماني حذر منه. لعيب مزعج جدا، رغم العدد الزيادة اللي عمله النادي الأهلي، رغم تركيز لعيبة النادي الأهلي العالي جدا وحالتهم الدفاعية الجيدة، إلا أن لويس ميكيسون اللاعب الموزمبيقي يسجل أول أهداف اللقاء. 1-0. بص حضراتكم بدأ يدخل